بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم مع بعضنا ازاي نعمل وردة الخيار على الجزر. دي الجزرة حضراتكم زي ما شفتوا كده جزرة سليمة. هناخد الجزء الأكبر منها، هنعمل فيه 4 ورقات من على كل جنب كده، 1 2 3 4 زي ما شفتوا كده. تمام. وبعد كده نبدأ بقى ايه، نحفر بقى على كل ورقة من دول، نحفر بحيث، وبعد كده ندور القلب، نخليه مدور ونعمل القلب كده. وبعد كده نبدأ نعمل بقى ايه، ورقة ورقة بقى. إزاي؟ هنيجي من حرف أو من السن بتاع القلب من فوق كده، ونعمل ونغوّط بالسكينة كده، نحفر نمشي بالسكينة لحد ما نعمل ورقة. وبعد كده إيه، نبدأ نحدد بقى إيه، نحفر حوالين الورقة دي، ورقة ورقة زي كده. هنمشي كده على نفس الإيه، بالطريقة دي لحد ما نوصل لأصغر ورقة فيها. تمام. وبعد كده لمّا نيجي نعمل الورقة التانية، هناخد من نُص الورقة الأولانية اللي إحنا عملناها، نيجي من نُصّها كده ونبدأ الورقة الإيه، اللي بعدها، وكذلك لحد الآخر. زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا. تابعوا الفيديو وركّزوا، والموضوع سهل وبسيط جدًا، ما تستصعبوش الموضوع. لازم تغامر بنَفْسك، ولازم إيه، تخُش في الموضوع بنَفْسك، لازم تمارس. طول ما أنت بعيد عن الشيء عمرك ما هتعرف تعمل حاجة. امسك أي جزراية، أي حاجة كده، وانحت فيها، هييجي معاك الموضوع مرّة في التانية. من كل مرّة هتخطأ في المرّة الأولى، ومثلًا في المرّة التانية ممكن. تمام. بس من الخطأ ده هتتعلم للي بعده بعد كده. ماشي. فمارس، لازم تمارس. العلم أو التعليم بييجي بالممارسة مش بالكلام. فلازم أنت شُفت الفيديو، طبّق بقى، هات جزراية وامشي مع الفيديو خطوة خطوة، واحدة واحدة، هتبقى فنان في النحت. أنا في الأول ما كنتش باعرف أنحت، الموضوع شُفته، عملته، جرّبته مرّة و2. تمام. ما كنتش باعرف أعمل وردة بالشكل اللي هتطلع معانا ده، كنت باعملها يا دوبك حاجة كده، واحدة واحدة بدأت أتعلم. مع الممارسة بدأت أتعلم لحد ما بقيت أطلّع الوردة كأنها تشوفها كده تحس إنها وردة بلدي. فالموضوع سهل وبسيط جدًا بس مع الممارسة. تمام. زي ما حضراتكم شايفين إن أنا باعمل ورقة، بعد ما أعمل الورقة باحفر حواليها وبانضّف وباطلّع الزيادات والحاجات دي كلّها، لحد ما تدّيني الوردة من جوّه تبقى شكلها إيه، نضيف، ما فيهاش زيادات، ما فيهاش الحاجات دي كلّها، زي ما حضراتكم شايفين. ودايمًا أبقى متحكّم في السكينة، والسكينة تكون كويسة. هو المفروض إن في سكاكين مخصصة للنحت والحاجات دي كلّها، ولكن هي طبعًا غالية شوية. تمام. فلو مش متوفّر معاك إنك تجيب السكاكين دي، تمام، هي سكاكين نحت على الخضار بأي سكينة عادية، بس السكينة تكون حلوة وتكون حامية شوية. تمام. عشان إيه، وتخلّي بالك وأنت بتنحت عشان الجزر بيبقى ناشف بالذات، ممكن تتعور، فخلّي بالك. فالموضوع سهل، يعني إيه، ما تستصعبش، أنا مش باصعّب عليكم الأمور. هي الحياة سهل، الموضوع سهل جدًا، جدًا، بس مع الممارسة. مارس وهتلاقي الموضوع سهل جدًا، وهتحب الموضوع، وهتلاقي أنت نَفْسك عايز إيه، تعمل تاني وتالت ورابع، وإيدك هتمشي بقى بعد كده على الحاجات الأكتر من الأصعب من كده. لمّا تلاقيها تحب الموضوع، هتنحت بعد كده على القرع، هتنحت بعد كده على البطيخ، هتنحت على أي حاجة بعد كده تقابلك، مجرد بس إنك تاخد أول خطوة. خُد الخطوة الأولى، بعد كده كلّه هيبقى سهل. زي ما حضراتكم شايفين هنفضل ماشيين معاه لحد كل ما أروح، كل ما بنصغّر الورقة، كل ما بادخل جوّه، كل ما باصغّر الورقة، أصغّر الورقة، لحد ما في الآخر هاوصل للقلب الصغير اللي جوّه ده خالص، واخلّيه حتّة زي ما حضراتكم شايفين، حتّة حتّة صغيرة خالص اللي هي قلب الإيه، قلب الورقة. بعد ما نخلّص زي ما حضراتكم شايفين كده، هنحطها في مَيّة، كل ما نحطها في مَيّة ونسيبها وقت أطول، كل ما تنفش وتورّق معانا أكتر بالشكل ده. تمام. زي اللي حضراتكم شايفينه، تورّق معانا أكتر من كده.